بتبدأ الأحداث إننا بنشوف شخص اسمه تايلور وبيكون مضروب بالرصاص وبينزف من كل حتة في جسمه، وبتكون بدايتنا اللذيذة في الهند. وبنشوف طالب اسمه أوفي بيخرج مع أصحابه بعد المدرسة، وبيكون أوفي معجب بواحدة صاحبته وبيطلب منه أصحابه إنه يروح يتكلم معاها، بس أوفي بيتكسف. وبعد كده بيرجع أوفي على البيت وبنشوف شخص بيسأله أنت اتأخرت ليه، وبيسأله أنت كنت فين، وبيرد عليه أوفي وبيقول له إنه كان مع أصحابه. وبنلاقي الشخص ده بيقول له مش أبوك قايل لك ترجع على البيت على طول بعد المدرسة؟ وبنشوف أوفي حزين ليه ما نعرفش. وبعد كده بنشوف أوفي مش عايش مع أبوه علشان في شخص تاني بيهتم بيه، وبنعرف إن أوفي بيستنى ساجو ينام وبيتصل بأصحابه علشان يقابلهم في الملهى. وبيقابل أصحابه وبيشوف البنت المعجب بيها وبتضحك له، وبيطلب منه أصحابه إنه يروح يكلمها. وبياخدوا أصحابه بره وبيشربوا مخدرات، وفجأة بنلاقي عربية شرطة داخلة عليهم، وحد من الشرطة بيقتل صاحب أوفي قدامه، وبيخبوا عين أوفي وبياخدوه ويمشوه. وبعد كده بنشوف ساجو بيزور مهاجان في السجن، وبيكون أبو أوفي ومهاجان بيهدد ساجو إنه لازم يرجع ابنه من العصابة اللي خطفه، وإلا هيقتلوا ابنه قبل عيد ميلاده. وساجو بيقول لمهاجان إنه هيتفاوض معاهم، بس بيقول له مهاجان إن ابنه لازم يرجع بسرعة. وبيرجع ساجو على البيت وبيحس بالفشل، ومراته بتقول له إنه لازم مهاجان يدفع الفدية، بس ساجو بيقول لها إن مفيش فلوس علشان إدارة مكافحة المخدرات جمدت فلوس مهاجان كلها. وبيقول له كمان إنه لازم يشوف شخص يرجع ابنه مهاجان. وبعد كده بنشوف تايلر وهو بيكون مع اتنين صحابه في استراليا، وبيقوم ينط في بحيرة كبيرة بيكون ارتفاعها 30 متر، وبينزل تايلر في القاع وبيفضل حابس نفسه لفترة وبيفتكر ذكريات قديمة. وبيرجع تايلر على البيت وبيكون في واحدة هناك اسمه نيك، وبتقول لتايلر إن عندهم مهمة جديدة وهي إنقاذ طفل ابن تاجر مخدرات من الهند مخطوف من عصابة مخدرات تانية. وبتقول له إنه عدى من الوقت 16 ساعة وآخر وقت هو ظهر يوم الجمعة. وبتقول له كمان إن من 6 ساعات كان عايش، وتايلر بيوافق إنه يقوم بالمهمة دي. ونيك بتعرف معلومات عن العصابة وإن صاحبها بيكون أمير عاصف وهو راجل عنده فلوس كتير في دكة. ونيك بتقول لتايلر إن الموضوع هيكون معقد بمجرد ما يجيب الطفل، وتايلر بيقول لها وإيه الجديد دايما بيكون الموضوع معقد. وبتقول له نيك إن ده قرار غلط، وبيقول لها تايلر إن مفيش حد ممكن يحط نفسه في موضوع معقد كده غيره. ونيك بتقول لتايلر إيه اللي يخليك تقبل، فبيقول لها إنه محتاج فلوس. ونيك بتقول له أنت بتقبل مهمات خطرة علشان تموت في واحدة منهم؟ وبتقول له كمان إنها تستناه عند المعبر، وبتطلب منه إنه ما يجيش وهو سكران. وتايلر بيسأل على اسم الطفل اللي هينقذه، ونيك بتقول له ان اسمه، وبتقول له اوفي مهاجان، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بنشوف تايلر في داكا مع الفرقة بتاعته، وبيعرف الخطة اللي بيها هيجيب اوفي، وبيبدأ يتواصل تايلر مع العصابة. وبيجي تليفون لتايلر من العصابة، واول لما بيشوفوه بياخدوه في العربية وبيمشوا. وبيروحوا بتايلر في المكان اللي فيه اوفي وبيطلبوا الفلوس منه، بس تايلر بيقول لهم لما يشوف اوفي الاول. وفعلا بيشوف اوفي، وبعد كده العصابة بتاخد تايلر علشان يرجعوه مكانه. وفجأة بنلاقي ضرب نار عليهم من رجالة تايلر، وبيقدر تايلر ورجالته انهم يخلصوا عليهم كلهم، وبياخد اوفي وبيطلع من المكان. وبنشوف بعد كده ان امير عاصف اتاخد منه فلوس وبيحاول يعرف مين اللي سرقها. وبيجي عقيد وبيقول له ان اوفي اتاخد منهم هو كمان. وبيطلب امير عاصف منه انهم يقفلوا مداخل ومخارج المدينه من الجسور والمطارات والقطارات، بس العقيد بيقول له ان ده مستحيل، بس امير بيهدده انه لو ما عملش كده هيخسر اكتر من صباعين. وهي وصلت للصباعين كمان، كل واحد بقى يخلي باله من صوابعه. المهم تايلر بيوصل لمكان هو واوفي وبيغيروا هدومهم، وبيكون مع تايلر جهاز لاسلكي علشان يتواصل مع فريقه. وبيصور تايلر فيديو لاوفي وبيقول فيه اسمه وسنه وبيبعته للفريق. وبنعرف انهم بيتحركوا في غابة علشان يقدروا يوصلوا للقارب. وبنشوف ان جي بيكون قريب من القارب علشان يراقبه، وبتوصل جي مع الفريق بتاعهم. وفجأة بيلاقي جي ان مفيش حد من رجالتهم على القارب، وبيقرب حد منه ويقتله. وفي نفس الوقت بنشوف نيك بتتوصل مع تايلر على اللاسلكي، وبتقول له ان في شخص معاهم في الغابة وبيقرب منهم. وفجأة بيشوف تايلر الشخص ده وبيطلب من اوفي انه يجري بسرعة، وبيبدأ يضرب عليهم نار. وبيكون الشخص ده ساجو، وبيطلب من تايلر انه يسيب اوفي. واوفي بيقول لتايلر ان ساجو جاي ينقذه، وبيقول له تايلر لو اتكلمت هموتك انت وهو. وبكده بيعرف تايلر وفريقه انهم اتعرضوا لخداع. وبيهرب تايلر بسرعة هو واوفي من الغابة وبيركبوا العربية. ولما بيتحركوا بيلاقوا عربية الشرطة في وشهم، وبيرجع تايلر بالعربية وبيلاقي ساجو في وشه. وأوفي بيطلب من تايلر إنه يسيب ساجو، وبيقول له إن ساجو بيشتغل مع أبوه. وبيرد عليه تايلر وبيقول له إنه برضه شغال مع أبوه. وبيقول له تايلر إن ممكن يكون ساجو عمل اتفاق مع العصابة وعايز يرجع ليهم. فبيطلب أوفي منه إنه يسلمه للشرطة، وبيسأل أوفي الشرطة متورطة معاهم. وفي نفس الوقت بنشوف تايلر بيجري بالعربية، وبيكون عايز يلحقوا ساجو ورجالته من الناحية، ومن الناحية التانية العصابة. وهنا بقى بينقطع الاتصال اللاسلكي مع فريقه، وبيبدأ يتواصل معاهم عن طريق النت. وبيطلب تايلر من نيك إنها تقول له يمشي إزاي. وبعدها تايلر بينزل من العربية هو أوفي، بنشوف العصابة بتلحقهم وبيضربوا عليهم نار، بس بيقدر تايلر إنه يخلص عليهم. وهنا بقى بيظهر ساجو، لكن بيقدر تايلر إنه يضربه، وبسرعة بياخد أوفي في عربية كبيرة. وبنشوف العصابة برضه بتجري وراهم، بس بينزل تايلر وأوفي من العربية قبل ما ينفجر.
والعصابة بيبلغوا أمير إن العربية انفجرت ومولعة، وأمير بيطلب منهم إنه عايز يشوف الجثتين، وبيعرف أمير إنهم لسه عايشين وبيطلب من العقيد إن كل أسلحة دكا تضرب على تايلور. وبنروح لتايلور اللي بيكون مصاب بجروح جامدة جدا، وبيروحوا المكان يستخبوا فيه، وبيطلب من أوفي إنه يساعده إنه يربط الجرح بتاعه، وبيساعده أوفي. وبعدها نيك بيتكلم تايلور وبتقول له إن انضحك عليهم من ساجو وإنه مش عايز يدفع الفلوس، وبيسألها تايلور عن جيو وبتقول له إن ساجو قتل هو وفريقهم، وبتقول له إن في جسر بيبعد عنه ب4 كيلو متر لازم يروح علشان تبعت لهم طيارة إنقاذ هناك. وبتقول له نيك إنه لازم يسيب أوفي، بس تايلور بيقول له إن مهمته الحفاظ على الولد، وبيفتكر تايلور حاجات من الماضي وبيقفل معاها. ووفي بيسأل تايلور انت هتسيبني في الشارع، بس بيرد عليه تايلور وبيقول له انت الفرصة الوحيدة اللي قدامي علشان اجيب فلوس. وبعدها اوفي بيقول لتايلور انه بيشوفه زي ما ابوه بيشوفه كأنه جماد يعني انسان، وبيقول له تايلور انه ما يقصدش انه يحسسه بكده. وبعد كده بنتفاجئ ان ساجو لسه عايش وبيكلم مراته في التليفون، وبيطلب منها انه لو ما كلمهاش في خلال 24 ساعة تاخد الفلوس وتختفي. وبتسأله مراته انت كويس، وبيقول لها انه مراهق بس. وبيكلم عارف ابنه وبيقول له انه بيحبه قوي وبيطلب منه انه يفرحه، وبيسأله عارف هتيجي امتى، وبيقول له ساجو الصبح اول لما تصحى. وبعد كده بنشوف ان تايلور بيجي له تليفون انهم بعتوا طيارة على الجسر ولازم يتحركوا، وفعلا بيتحركوا هو وافي وبيركبوا عربية، بس رجالة أمير بيبدأوا يهاجموهم، وكالعادة بيقدر تايلور إنه يخلص عليهم. وبنشوف إن الشرطة بتقول لتايلور إنه محاصر ولازم يستسلم علشان ما يضربوش نار. وتايلور ووافي بينزلوا في المجاري، وبيتصل تايلور بنيك وبيقول لها تتصل بغسير، بس بتقول له نيك إنها فكرة مش كويسة، وبيقول لها تايلور إن غسير مديون ليه بحياته. وفعلا نيك بتتصل بغسير وبتقول له على مكان تايلور، وبيجي غسير فعلا بعربيته وبياخد تايلور وأوفي على البيت بتاعه، وبيسأله أنت جعان، وبيقول له تايلور وبيسأله تايلور احنا فين، وبيقول له غسير في جنوب وسط المدينة. وبيقول له غسير انه قال لنيك ان عملية خروجه من المدينة صعبة علشان محاطة بالانهار، وان في جسور للخروج بس، وكل الجسور دلوقتي مقفولة بحواجز. وبيطلب منه غسير انه يقعد عنده يومين لحد ما الاوضاع تهدى وبعد كده يمشي. وبيجيب له غسير اكل وبيقول له ان مراته حضرته عشانه، وبيقول له غسير انه مبسوط انه شافه وبيسيبه وبيمشي علشان رايح يقابل مراته. وبنشوف فوارد بيروح لامير وبيكون قاطع صباعه علشان ما يقدرش يمسك الراجل اللي عايزه، وبيطلب فوارد من امير انه يسمح له ان هو اللي يجيب الراجل ده وهيقتله. وبيقول له فوارد لو ما جبتهوش بقى يبقى هقطع صباعك التاني. وبيقول له امير غلط انك قطعت صباعك، ولو انت فاكر نفسك قوي يجي اليوم اللي هتلاقي الاقوى منك. وبنشوف تايلر بيطلع اكل الوافي، وبيقول له اوفي انه لو كان اتقتل النهارده كان هيبقى بسببي، بس تايلر بيقول له لا فوقك من الهري ده يا زميلي. وبيقول له اوفي ان اسم تايلر مش لايق عليه واسم براد احسن. وبيقول له اوفي لتايلر انه شجاع جدا علشان بينقذ الناس، وبيعرفه كمان انه احيانا بيعمل حاجات تانية. وبيرد اوفي وبيقول له بتقتل ناس، فبيقول له تايلور ايوه، فبيلاقي اوفي بيقول له ان ابوه برضه بيقتل ناس، اللي هو زيتنا في دقيقنا بقى يا اسطى. المهم بعدها اوفي بيسأل تايلور انت متجوز، فبيقول له بس ما شفتش مراتي من زمان. وبيقول له عندك اولاد، وبيقول له تايلور عندي ولد ومات بالسرطان وما كنتش جنبه لما مات. وبعدها تايلور بيطفي النور على اوفي وبيسيبه ينام، وفي نفس الوقت بيلاقي غسير جاي فبينزل يقعد معاه وبيقعدوا يفتكروا ذكريات زمان. وفجأة بيطلب غسير من تايلور انه يقتل اوفي علشان المكافأة على قتل الطفل 10 مليون دولار. وبيرفض تايلور ده وبيقول له غسير انه كده كده الطفل هيتقتل علشان ابوه في السجن. وبيقول له غسير انه هو اللي هيعمل ده، وبيمسك المسدس وبيطلع علشان يقتل اوفي، بس تايلور بيمسك فيه وبيفضلوا يضربوا في بعض. وبيكون تايلور حاسس ان غسير باعه الامير. وفجأة بنلاقي اوفي نازل من على السلم وفي ايده المسدس وبيضرب النار على غسير وبيقتله. وبيفضل اوفي يعيط جامد وبيحضن تايلور وبيقول له انه عايز يرجع البيت. وفي الوقت ده تايلور بيتصل بساجو وبيقول له ان اوفي معاه وانه عايز مساعدته، وفعلا بيتقابلوا وبيقول له ساجو انه عايز يرجع اوفي علشان لو مرجعش ابوه هيقتل ابنه. وبيقول له تايلور انه يستنى رجالته يوصلوا على الجانب التاني. وبنلاقي تايلور بيضرب نار على العصابه من فوق مبنى علشان يلهيهم علشان ساجو يعدي، وفعلا بيعدي. وبيجي ساجو عند الجسر وبيلاقي نفسه لازم ينزل من العربيه، وبينزل هو اوفي وبيمشوا على رجليهم، بس واحد من الشرطه بيشك فيهم وبيفضل ينادي عليهم. وبيقف ساجو وبيطلب منه بتاع الشرطه ان اوفي ينزل الكاب، وبيلاقي ساجو نفسه محاصر فبيضطر يضرب عليهم نار. وفي نفس الوقت امير بيطلب من العقيد انه يروح على الجسر علشان يعرف فيه ايه، وبيستخبى ساجو اوفي في الاتوبيس وبيحاول يبعدهم عنه، وبيضرب عليهم نار وبيطلب ساجو من تايلور انه يجيله على الجسر. وبيحصل شويه اكشن كده كتير، وفي نفس الوقت بتوصل نيكو ومعاها فريقها اللي تقريبا بيعجبهم الحفله دي، وبيقول لك يلا بقى ما بديهاش. المهم بيكون في قناص تبع امير بيضرب نار على الطياره، وبيحصل شويه ضرب نار كده كتير. وفي نفس الوقت بيشوف اوفي حد بيضرب نار على ساجو، فبينزل من العربيه، وهنا بقى بيتقتل ساجو، وبيحاول القناص يقتل تايلر وفعلا بيضرب عليه نار، بس بتشوفه نيكو بتضرب نار على القناص، وفي نفس الوقت بينضرب نار على تايلر وبيجري اوفي عليه، بس تايلر بيفضل يقول له يجري ناحيه الطياره، وبيقوم يوقف تايلر بس بيتضرب بالنار في رقبته من فورد.
وبتشوف نيك وبتضرب نار عليه بس بيجري في ورد بعيد، وبيفضل تايلر يتحرك جنب السور وبيفتكر ابنه وهو بيلعب على الشط، وفجأة بينط في قلب المية وبيروح في ورد يبص عليه مش بيلاقيه. وبتركب نيك وأوفي في الطيارة وبيفضلوا يعيطوا علشان تايلر، وفي نفس الوقت بنلاقي إن أمير بيتفرج عليهم من بعيد. وبعد 8 شهور بنشوف أوفي في النادي وبينط في المية من مكان عالي وبيفضل في القاع ويحبس نفسه فترة، ولما بيطلع من المية بيكون في حد واقف من بعيد بيبص عليه، وده بقى بتكون المفاجأة علشان بنشوف تايلر وبنعرف انه لسه عايش، وبنفهم انه نط في المية علشان يهرب ودي طريقته في الهروب. وبعد كده بنشوف امير قاعد مستكنيس في الحمام بتاعه ونيك بتدخل عليه وتقتله. وبكده نوصل لنهاية ملخصنا النهاردة. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش بلايك وشير للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنسوش تشوفوا باقي افلامنا في القناة، وخد لك لفة كده يا زميلي في السريع. سلام.